أهلا بكم في النجم الصاعد. نجمنا لهذا اليوم كان على خطى والده، حيث أن والده كان مدرب حراس نادي الفتح لأكثر من 15 عام، فكان حارس مرمى، ولكن حول مركزه إلى سنتر وظهير ليصبح مميز في هذا المركز، حيث أنه في هذا الموسم لعب 32 مباراة. مشعل الحمدان ابن النموذجي الذي برز مع ناديه في هذا الموسم، حيث أنه صنع لزميله هدف مميز في دوري روشن أمام نادي الهلال خالد الغنام. مشعل الحمدان اسم قادم في سماء الأحساء وتحديدا في الفتح، لنتعرف سويا على نجمنا لهذا اليوم اللي عنده 9 أهداف، واحد من اللي أكثر. الله على الانطلاق، الله على المرور، تاليسكا لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب. تغطية من مشعل الحمدان، عدت كورته إلى خارج أرضية الملعب. هذه الخطورة من وين تكون؟ من هنا محمد السعيد تدخل، لكن مشعل، شوف التدخل القوي الشاب اليوم، قد يكون هو له حضور عند مشعل الحمدان. والده هو واحد من الأسماء اللي دربوا على الحراس في فئات العمرية. ناجي الحمدان واحد من الأسماء المعروفة أيضا على مستوى التدريب. لعب على الطرف الآخر مع اللمسة الأولى لبيتي مارتينيز في العمق، وتغطية دفاعية. تغطية الآن مشعل الحمدان ولافي الموركي الآن عليهم الحمل الأكبر والأكثر في المباراة. خطأ لمصلحة فريق الفتح. سيلعب الآن، هذا هو بيتي مارتينيز. نذكر السادة المشاهدين بأن مروان سعدان قد أقصي بالبطاقة الحمراء. هذا تاليسكا مع الأمطار. حاول يمر لكن تغطية عليه، عادت مشعل، حاول يمر من أمام أيمن وعدت إلى ركلة زاوية. شوف الأسماء الشابة، البعض منهم يكون على المرحلة الثانوية، والبعض حتى في بداية الحياة الجامعية. شوف هذا هو واحد منهم، مشعل الحمدان. هذه كرة ملعوبة خطيرة بنفس الطريقة. المميز مشعل الحمدان في هذا الموسم صعد للفريق الأول أمام النصر وأمام الهلال وبعض الفرق ليبدع أمامهم. مشعل الحمدان اسم قادم، وإذا استمر في التطور سيصبح لاعبا كبير في أندية كبيرة. كل التوفيق لابن الأحساء مشعل الحمدان. أصدقائي، كما عودتكم كان معكم محمد الإبراهيم من برنامج النجم الصاعد. كونوا سعداء.